بيبدأ الفيلم مع شاب كده مز ووسيم اسمه كريس. اتوظف جديد وبيشتغل في دار رعاية أو بيت ناس أغنياء يعني، في حتة اسمها بيفرلي. أول ما وصل لشغله الجديد لقى المز دي واللي اسمها شارلوت، دي اللي المفروض رئيسة الشغل، وشارلوت دي ما فتحتلوش الباب على طول. والراجل ما اعتبرش ده حاجة غريبة، بالعكس اعتذر إنه اتأخر. شارلوت طنشت اعتذاره وقالت له يفضي شنطه ويستريح شوية في أوضة الخدم. كريس دخل الأوضة وهو بيفضي حاجته، لقى صورة حبيبته فراح حاططها على كومودينو السرير. في اللحظة دي شارلوت ظهرت فجأة عند الباب، فاتخض المقد، بس هي عزمته على العشاء وهو وافق. في نفس الوقت جوز شارلوت اللي اسمه ستيوارت كان بيتخانق مع واحد من موظفيه على تصريح شراء هو محتاجه، فقربت منه واحدة جامدة وشايلة رسالة، واضح إن دي حبيبته واللي اسمها ديدي. كريس في الأثناء دي لحق يكلم حبيبته ميشيل اللي كانت في مدينة تانية، وفي المكالمة عزمها تيجي تزوره في البيت ده. وبعد كام يوم كريس بدأ ينظف البسين، بس كان قالع التيشيرت وهو شغال، وده لفت نظر شارلوت. ولما خلص شارلوت اقترحت عليه إنه يروح ياخد شاور. في نفس الوقت ده ستيوارت اتصل بالبيت عشان يكلم مراته ويقول لها إنه هيغيب كام يوم عشان شغل، بس كانت ديدي حبيبته جنبه بالظبط وعمالين يخططوا يقضوا الأجازة لوحدهم. وبعد المكالمة ستيوارت لاقي ديدي غيرانة، فقال لها إنه لازم يعمل كده عشان يضحك على مراته ويقضوا الأجازة سوا، لكن انتي الست رقم واحد في حياتي. في الليلة دي كريس دخل سريره وبدأ يلعب في أكيد انتوا فاهمين بقى، وكان بيتخيل حبيبته، وما كانش يعرف إن شارلوت بتراقبه من الشباك، واللي كانت مبسوطة وهي شايفة اللي بيحصل. تاني يوم ستيوارت قال للمحامي إنه عايز يطلق. المحامي وضح له لو عملت كده نص فلوسك هتروح لشارلوت عشان ما مضيتوش على عقد قبل الجواز، وكل اللي معاك كسبته وانتوا متجوزين. في نفس الوقت شارلوت طلبت من كريس يحط لها كريم عشان تعمل تان وهي بتستحمى جنب البسين، وفعلا عمل اللي طلبته وبدأ يدلكها بكل جراءة. والمفاجأة إنها اتبسطت وما طلبتش منه يوقف. وعلى العشاء شارلوت حاولت تعزم كريس على حلويات، بس هو رفض وقال لها عايزة أنام، لكن الست أصرت وقالت لازم ياكل عشان يستمتع بالوجبة اللذيذة. وميشيل عمالة تحاول تكلم كريس ومش بيرد عليها. وديدي سألت ستيوارت هو كلم المحامي؟ قال لها أيوة، بس على موضوع التصريح اللي خده أخيرا ده. بعد كده قال لها اللي هي عايزة تسمعه، وقال لها المحامي أكد له إنه لو طلق هيدي نص الفلوس لشارلوت. حبيبته سألته هو الموضوع مستاهل كل ده؟ رد عليها لأ، هو مش مستاهل، بس الفرقة ليها آثار جانبية كتير. في الأثناء دي شارلوت أقنعت كريس ياكل الحلويات ويشرب قهوة، وشكرته إنه ونسها عشان مش عايزة تبقى لوحدها. فكريس قال لها لو ما فيش مانع أنا هروح سريري، وسمحت له. وأول ما رجع أوضته كلم حبيبته ورغي معاها شوية قبل ما ينام. تاني يوم كريس كان بيسقي الزرع وشارلوت ظهرت، وفضلوا يهزروا ويلعبوا بالمية وغرقوا بعض زي الأطفال. ولما رجعوا المطبخ شارلوت استسلمت وبدأوا هم الاتنين يحسوا إنهم محتاجين يعملوا زبادي في الخلاط مع بعض. وفي لحظة نسي كل واحد شريكه وناموا سوا. في نفس الوقت ستيوارت اتصل بالمحامي تاني وسأله ممكن آخد ميزة في الطلاق لو عرفت إن مراتي بتخوني من غير ما هي تعرف؟ المحامي قال له القاضي ممكن يبص في الموضوع، بس ده مش هيعفيه من الخسارة كلها. هنا بقى رجل الأعمال ده قال إنه موظف طالب جامعي صغير ومش هيقدر يقاوم مراته، وإنه بيحاول يستغل الموضوع لمصلحته. عشان كده ستيوارت رجع البيت إنه هيقضي وقت مع مراته، لكن في الحقيقة كان عايز يرشي كريس عشان يقرب منها ويجيب دليل عشان الطلاق. بالليل شارلوت فضلت قاعدة جنب جوزها في السرير ومش عارفة تنام. قررت تكلم كريس وقالت له إنها محتاجة تتكلم مع حد، وحست الشاب إنه يجي الأوضة. اتقابلوا تاني في المطبخ، المكان المميز بتاعهم، وكملوا علاقتهم. الصبح ستيوارت صحي يلاقي مراته لسه نايمة، وهي كانت عاملة نفسها نايمة. سابها ومشي. أول ما راح المكتب عشان يكلم حبيبته شارلوت لحقته وفهمت إنه بيخونها. شارلوت بسرعة اتصلت بكريس، ولما ما ردش قررت تروح أوضته، بس صرفت نظر إنها تصحيه. أول ما كريس صحي شاف صورة حبيبته وافتكر إنه خانها مع المديرة. على الفطار شارلوت قالت له إحنا لوحدنا دلوقتي. الشاب قال لها إن ميشيل هتزوره النهاردة، وإنه بالرغم من اللي حصل بينهم هو بيحب ميشيل وعايز يكمل معاها. شارلوت اتغاظت وسألته ببرود يعني علاقتنا خلصت؟ كريس أكد لها، وشها اتقلب كآبة. راحت سألته هتقول إيه لحبيبتك المثالية دي وكل حاجة بتتفضح في الآخر؟ كريس ما ردش وساب الترابيزة ومشي. بعد كده
هما الاتنين كانوا واقفين قدام البيت وميشيل وصلت. كريس جري عليها وحضنها جامد. شارلوت قربت بسرعة وقالت لها إنها أكيد تعبانة من السفر ولازم تروح أوضة الضيوف. كريس رد عليها وقال لها إن ميشيل هتبقى معاه في أوضته وده ضايق المدام أكتر. في الأثناء دي ستيوارت كلم المحامي تاني وقال له إن خطته مش هتمشي عشان كريس عنده حبيبة، فالموضوع ما بقاش ينفع. بعدها كريس وميشيل كانوا بيستمتعوا بالبسين، وشارلوت شافت موظفها بيدلك حبيبته بالزيت زي ما عمل معاها. غيرتها اللي ملهاش لازمة ولعت. شارلوت قطعتهم وعملت نفسها لطيفة مع ميشيل رغم إنها كانت عايزة البنت دي تغور من بيتها. بالليل على العشاء شارلوت سألت ميشيل هتقعد كام يوم؟ البنت ردت إنها مخططة تقعد كام يوم، وده ضايق صاحبة البيت. أول ما الشابين وصلوا أوضتهم بدأوا يتغازلوا في بعض وما كانوش عارفين إن شارلوت بتتسمع عليهم وبتراقبهم من الشباك. كان معاها كاميرا بتسجل كل حركاتهم. بعد شوية شارلوت كانت بتتفرج بشغف على الفيديو السخن بتاع موظفها وشركتها. الصبح شارلوت طلبت من كريس يروح يجيب حاجات من السوق وهو وافق، وميشيل قالت إنها هتقعد في البيت تساعد في التنظيف، وشارلوت قالت لها مفيش مشكلة، بس نبرتها كانت سخيفة. ولما البنت بدأت تنظف شارلوت وقفتها وسألتها بقالك قد إيه مع كريس؟ ميشيل ردت سنتين بس. فشارلوت أكدت إن كريس ده شاب جدع ووسيم، والبنت أكدت كلامها. وفجأة شارلوت طلعت مسدس ووجهته لميشيل وأمرتها تقف، وبعدين خدتها على أبو اللي هو البدروم، وشفناها مربوطة في كرسي وحاطة شريط على بقها. وشارلوت قالت لها إنها هتتصل بكريس وإنها لازم تسجل رسالة صوتية تقول فيها إنها تبعت له من الشغل، ومشيت بسرعة. وطبعا مفيش قدام ميشيل حل غير إنها تسمع كلامها وإلا هتقتلها. وشارلوت طلعت فوق وجمعت حاجات البنت وقررت الكدبة إنها مشيت بسرعة وطلعت عربيتها من الجراج. ولما كريس وصل البيت راح على التليفون وسمع رسالة حبيبته وصدق كل كلمة. هي حاولت تقرب منه بس كريس أكد لها تاني إنه مش عايز أي علاقة بيها ومشي. فشارلوت قررت تنتقم وقالت إنها هتوري لميشيل الفيديوهات اللي صورتها مع كريس عشان تشوه صورة الشاب الطيب اللي في دماغها. بعدها كريس لقى شارلوت في أوضة وفهم إنها سجلت فيديوهات من غير ما يعرف. لما حاول يواجهها وجهت المسدس ناحيته وجريت على الجنينة. هناك الخناقة كبرت. لما شاف المدام بتحاول تضرب نفسها بالنار في دقنها الشاب تدخل بيأس وراح ضارب الرصاص بالغلط. شارلوت اتصابت. في اللحظة دي ميشيل عرفت تفك بقها وبدأت تصرخ وتطلب المساعدة. كريس هب عشان ينقذها. في نفس الوقت ستوارت وصل البيت ولقى مراته مرمية في الجنينة. قرب منها بسرعة بس محزنش، بالعكس شكرها بصوت عالي عشان ده هيخليه يتحرر منها من غير طلاق. لسوء حظه شارلوت لسه عايشة وبآخر قوتها ضربت جوزها بالنار. ستوارت وقع جنبها على الأرض. نهاية غير متوقعة ومأساوية. في الآخر بنشوف كريس بيستجوبوه في الشرطة. القصة اللي بيحكيها مش منطقية، فبيتحبس في مستشفى أمراض عقلية وما بيخرجش منه عشان القاضي حكم إن قصته دي كلها تهيؤات. وآخر كلمة كريس قالها كانت أنا بحبك يا ميشيل. وهنا فيلمنا بيخلص.